السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وما ننساش بقى كده حبايبي نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اسفة جدا بقى على التأخير، والله العظيم كانوا الولاد واخدين دور صعب جدا بقى وباباهم وكده. وربنا ان شاء الله يعدينا من الفترة دي على خير، يعني الجو وحش خالص كده، مفيش استقرار. والولاد كلهم اليومين دولت، يعني ربنا يحافظ عليهم ان شاء الله. النهارده ان شاء الله هنعمل فيديو حلو جدا مع بعض. هنعمل غدا اقتصادي كده واكله اقتصاديه على قد الايد كده ان شاء الله، بدون لحوم وبدون بقى فراخ ولا اي حاجه. وهننضف مع بعض كده اوضه الولاد، وهنعمل مع بعض حبه حاجات خفيفه كده ان شاء الله كده على قدنا. يا رب الفيديو يعجبكم، واتمنى منكم ان انتوا تشاهدوا الفيديوهات السابقه. ان شاء الله باذن الله هتستفيدوا منها حتى لو بحاجه بسيطه. بحبكم كلكم من قلبي في الله. زي ما انتم شايفين، زي ما قلنا كده غدانا النهارده هيكون عبارة عن أكلة اقتصادية. عايزة بقى الناس الجديدة اللي داخلة معايا، يعني لو أول مرة تشوفي الأكلة دي بقى ما تضحكش كده وتتريق عليا. دي كده كانت أكلات بقى من زمن الفن الجميل يعني. تعالوا بقى كده أول حاجة مع بعض. أنا كنت كسلانة جدا والله العظيم أعمل أي حاجة، يعني أنا الأيام اللي فاتت ديت عدم نزولي ليكوا الفيديوهات، كنت بمر بفترة صعبة جدا. كل ما عيل يعني ربنا يشفى عنه ويبقى كويس ويتحسن، الاقي التاني بيتعب. وانتوا عارفين بقى الكحة كمان اليومين دولت مقرفة جدا يعني. فربنا يسترها على اولادنا جميعا يا رب. قلت النهارده بقى ايه، عايزه بقى اهوي الاوضه كده. كنت بقى يعني عايزه اقول لكم ان انا كنت فاتحاها من الصبح، انا بادئه الروتين ده متاخر. وكنت كده شايله المخدات ديت من غير والله اكياس، ما كنت ملبساها اكياس ولا حاجه. حطاها في الشمس كده، وكنت مشمسه كمان الكيفرتات الفايبر دي. وجيت دلوقتي بقى ايه، قلت هغير بقى معاكم السراير كده زي ما انتم شايفين. نغير بقى كده ونحط ملايات نظيفه. وحطيت الكبرتيات كده بالنص بقى، ما حبيتش اطبقهم ولا حاجه. عشان شويه كده بقى ايه اللي هيشيلوهم بقى ويحطوهم، يعني ربنا يشفى عنهم يا رب. خدت معايا كمان كده السرير التاني بقى كده بسرعة بسرعة على السريع يعني. اهم حاجة اليومين دولت الدكتور، يعني الدكتور بيقول لي تحافظ عليها. التهوية الجيدة، الشمس تخش يعني تحاولي لو هي بتخش في اماكن في البيت تفتحي الشبابيك على الاخر. تشمشي تشمشي حلوة تشمشي دي. تشمسي الفرشة يعني باستمرار وكده. وهو ده والله العظيم اللي احنا بنعمله يعني. فبس بقى يعني ربنا يسترها ويعديها على خير ان شاء الله. بعد ما خلصت بقى كده وشمست الحاجة وفرشت السراير كده، هاخد بقى ايه لفة كده بالمكنسة صديقتي دي على طول بقى كده. إيه بصراحة بتسهل كتير يعني والله العظيم. ما بحبش بقى إيه كنسل المقشة ده طالما انا فرشت السجاد. المكنسة بصراحة بتسهل عليا كتير بصراحة كده، يعني ايه، بحاول اي حتة كده بصوا امشي بيها واحدة واحدة كده. بتشفط اي حاجة موجودة تحت التلاجة بقى، من عند الدولاب، تحت السراير، وساعات بفك المشط دوت يعني. وبسحب بيه كده من الجناب بتاعة السراير زي ما انتم شايفين تحت التلاجة كده. وده كده كان شكل الأوضة بقى معايا بعد ما خلص. اتمنى منك بقى لو انتي وصلتي معايا لغاية هنا، حطي لي بقى كده لايك حلو، كومنت بقى ايه شجعني بقى. تعويضا عن الفترة اللي فاتت، يعني الفترة اللي فاتت كنت مريحاكم كلكم مني. إيه قولوا لي بقى كده ايه رأيكم في الروتين النهارده كده، حاجة خفيفة بقى. مش عايزين بقى إيه نعمل روتين صعب جدا. بصوا واخدين بالكم العلبة اللي هناك دي كلها أدوية، يعني الحمد لله يعني. أدوية كحة بقى ومش عارفة ايه والله غير الحقن بقى والحاجات اللي زي كده، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. وادي كده ايه، قفلت الشباك بقى وشديت الستاير. وده كده بقى شكل الأوضة اهي. طبعا احنا يعني اكترية ترويقنا هيبقى ان شاء الله الفترة الجاية هيبقى كده طبعا، لان الدنيا سقعت مش هينفع كل شوية بقى نشيل سجاد ونسيب البيت من غير سجاد بقى ولا فرشة ولا كده. انا البيت هنا بصراحة بحري، فالشقة بتبقى متلجة هنا جدا. فما ينفعش بصراحة ان انا في الشتاء اشيل السجاد واحط يعني ايه احط لهم حافظات او حاجات خفيفة يعني، فما ينفعش. بعد كده انا ما عملتش النهارده الا اوضه الولاد بس. الحمد لله كان البيت يعني لحد ما رايق كده ومسيطره عليه. النهارده بقى ايه زي ما بقول لكم هنعمل بقى غدوه كده من ايام بقى ايه امي بقى وجدتي والكلام الحلو الجميل بتاع زمان ده. كنا زمان في الشتاء كده يا بنات لما بنحتار بقى ومش عارفين نعمل اكل ايه والجو بقى ساقع كده، فبنقرر ان احنا نعمل الاكله دي. الاكله دي اسمها ايه؟ الاكله دي اسمها مدفونه الرز بالبطاطس. الناس بقى ايه
بتاعة زمان بقى الفلاحين هم اللي يعرفوا اسم الأكلة دي. مش عايزة بقى الناس تضحك تقول يعني ايه مدفونة رز ومين دفنها ومين عملها، زي ما جوزي كده بيقعد يتريق عليا ويقول يعني. بس والله العظيم تبقى أكلة جميلة جدا. المهم بقى كده تعالوا نخش بقى ايه في تفاصيل الأكلة. بتجيبي كده بصلاية حلوة كبيرة كده، تكون كبيرة أهم حاجة، وبتقطعيها كده وبتشوحيها كويس الأول مع شوية زيت وملح وفلفل أسمر وكمون. وبعد كده بقى ايه بتنزلي بنص معلقة من التوم لما تخش معاكي زي ما انت شايفة كده وتدبل معانا. هننزل بقى كده بالتوم، هنديله برضو تشويحة فيها كده، وبعد كده بننزل بالطماطم، سواء دي كانت طماطم متفرزة أو طماطم فريش عادي. وهي بقى بتاخد بقى ايه بطاطس بقى كتير زي ما انت عايزه تحطي. ده كان يعني عباره كده، يعني كان في حدود كيلو بطاطس، لان انا كنت بصراحه مزوده يعني الرز. بتقطعيها بقى مكعبات، اهم حاجه المكعبات ما تكونش رفيعه معاكي، علشان لما تستوي ولما تحطي الرز ما تتهرتش منك كده وتبقى مش باينه خالص. هنا بقى خلاص كانت التسبيكه زي ما انتم شايفين بقى كده غلت معايا وبقت كويسه يعني. هنزل بقى بالبطاطس هنا. بصوا والله العظيم يعني، اي نعم البطاطس اليومين دولت مش رخيصة، بس يعني ايه في نفس الوقت اكلة اقتصادية برضه يعني. عايزين نغير بقى مود اللحمة والفراخ والحاجات ديت، فحبيت بصراحة ان انا اعمل الاكلة ديت. وهشوفوا جنبها حبة التحابيش كمان اللي هنعملهم. هنزل بايه تاني هنا، هنزل كده بشوية كمون عشان يخلوا ريحتها حلوة كده وجميلة. هنا بقى بعد ما غليت معايا بصوا خلاص بقى دخلت على سوا، انا مش عايزه اديها السوا الكامل لان هتتهري معايا. هي كده يعتبر يعني ايه، ولا منها مستويه على الاخر ولا منها ما استوتش يعني. يعني لو نغصتي فيها المعلقه هتلاقيها استوت معاكي على بسيط. غسلت الرز بقى هنا، وانا كنت عارفه مقدار الرز بقى اللي هحطه. يعني انت عايزه تجربي، ممكن لو انت اول مره هتعمليها يعني تجربي في كوبايه رز صغيره كده. غسلت هنا الرز وحطيته وابتديت ان انا ايه اقلب فيها كده بالراحه. ونوعيه الاكله دي مش من اللي انت تسيبيها بقى وتروحي وخلاص، لا. انت كده بعد ما بتغلي غلوتين بتفضلي واقفه جنبها برضو كده، تكوني بتعملي في اي حاجه. انا كنت بقلي يعني في بتنجان وفلفل جنبها، وبظهر المعلقه زي ما انت شايفه كده، وبتقعدي بقى تجيبي من الجناب كده عشان لو لسه في تسبيكه بقى ولا حاجه تقلبي الرز كله في بعضه. لان خلي بالكم من الحاجات دي، من الاكلات اللي زي ما بيقولوا ايه بتلطع بسرعه يعني. فنخلي بالنا منها ونحاول ان احنا من وقت للتاني نقعد نقلب فيها لغايه لما تتشرب تماما معانا كده التسبيكه دي، وتبقى ما فيهاش خالص حاجه. بنوطي عليها بقى خالص وبنحط لها الشياطه وبنسيبها تكمل مع نفسها. هنا بقى زي ما قلت لكم قليت شطه بقى كده وفلفل رومي، وقليت بتنجان بقى، وعملت حبه الدقه الحلوين بقى اللي في الهون دولت بتوع زمان بقى، اللي هم بالثوم وبالخل والليمون والفلفل الاحمر. وهبتدي بقى ايه افتح كده في البتنجان عشان بقى ايه اتومه. طبعا الاكله دي بتحبشي جنبها حاجات كتير قوي، يعني طبق زي اللي احنا عاملينه دوت كده، وطبق فلفل وطبق بتنجان والكلام ده كله. وهنعمل كمان مع بعض هنا دلوقتي طماطم بالدقه برضو، بتبقى بصراحه جميله جدا وبتاكلي منها مهما تاكلي والله العظيم ما تشبعيش. عايزه اقولك ان انا بصراحه ولادي بيعشقوها، بس جوزي لا عشان نبقى صراحه اي راجل يعني ما بيحبش الاكلات دي. بس كل والله العظيم يعني هقول لكم ما كلش، كل طبعا وملا بطنه يعني بألف هنا وشفا. بس بقى مش من الاكلات المميزه عنده يعني، بيني وبينكم يعني ما تقولوش لحد. بس ونزلت بقى بليمون كتير كده، وادي الطماطم المخلله اللي انا بقول لكم عليها، وادي بقى ايه دي الاهم اطباق عندي بصراحه يعني بحبها جدا. هي اللي بتفتح النفس كده على الاكل والله العظيم. بصوا بقى هنا، بعد طبعا ما بقول لكم كده اتشربت خالص الدمعه، ووطيت عليها خالص كده بقى ايه، وزي ما بيقولوا اتلدنت بقى مع نفسها كده والرز اتلدن. بصوا في منتهى الجمال، ولا طالعه معجنه معانا، ولا في نفس الوقت البطاطس مهريه خالص مش باينه. بصوا البطاطسيه برضو محتفظه ازاي يعني نفس التقطيعه بتاعتها. فزي ما بقول لكم كده ما تدوش البطاطس السوا الكامل عشان تفضل معاكم بالجمال ده. وحطينا بقى الاطباق الجميله اللي احنا عملناها. واهم حاجه بقى، اهم حاجه بعشقها جنبها وما ينفعش ان انا ما اكلهاش من غيرها، هو البصل الاخضر. لا البصل الاخضر لا بصراحه البصل النشف، بس بالاكتر طالما موجود بصل اخضر يبقى خلاص على كده. حطيت كمان كده شويه زيتون مخلي كده مع ليمونيه كده معصفره. بصراحه كانت اكله جميله جدا والله العظيم وبتدفي. ويعني بصوا
كلكم هتحبوها، جربوا بقى انتوا واكتبوا لي في الكومنتات. اسمها مدفونة، ها، عشان الناس اللي هتقعد تتريق. عايزه اقول لكم بقى ان انا كنت هنا قصد ان انا اعملها في حله ألمونيا. ليه بقى؟ لان كانت زمان ماما بتعملها لنا، فكانت بتعمل زي ما بقول لكم، بتعمل حتيته بسرعه. اسمها الحتيته، اللي هي ايه، الناس اللي هتقعد تتريق عليها، انا عارفه يعني التريقه هتبقى كتير. الحتيته دي بتبقى اللي هي بتبقى ناشفه في الحله من تحت يعني. بس فانا بحب بقى الحتيته ديت، فلميتها كده على طول بقى عشان ما تنشفش بقى، وبقيت اكل منها زي ما انتم شايفين. هنا بقى بعد ما ريحت كده وغسلت المواعين، واللي عايز يذاكر واللي قاعد يلعب شويه يعني، المهم خلصت الولاد بقى وكده. كان عندي هنا بليله في الفريزر. غليت لبن ونزلت بيها بكيس البليله كده، وهو والله من الفريزر يعني. وسبته 5 كده فك مع نفسه، بعد كده حطيت لهم السكر وقلبتهم مع بعض واديتهم غلوة تاني. دي من الحاجات بصراحة يعني الجميلة جدا، وفي نفس الوقت هتدفيهم، واللي احنا نحافظ عليها، لان الغلة دي بتبقى مليانة فيتامينات كتيرة جدا. واللبن بقى كالسيوم انتوا عارفين، وحاجة بقى ايه مدفية في الشتاء كده. بس ده كان فيديو النهاردة خفيف كده وسريع، وقلت بقى مطولش عليكم بأكتر من كده. بحبكم جدا في الله، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.